تفتكر مع كل تحريكة جديدة لأسعار البنزين في مصر وتلاقي تفويلة عربيتك بقت برقم يخض، هل الحل السحري فعلا هو انك تروح لأقرب محطة غاز طبيعي وتركب اسطوانة وتنسى هم البنزين، ولا كلام الميكانيكي كان صح لما قالك اوعى تركب غاز لان الغاز هو وقود جاف وهياكل الصبابات وهيبوظ الموتور وهتلاقي نفسك بتعمل عمرة كاملة من الصفر؟ في حلقة النهاردة احنا مش جايين نقول كلام عادي، احنا هنتكلم كلام هندسي وعلمي عن الغاز الطبيعي في السيارات من اول ما بدأ لحد النهاردة. الغاز الطبيعي في مصر مر بمراحل كتير جدا، في البداية كان سيء لكن دلوقتي احنا في 2026 وفي تكنولوجيا كتير، فهل يا ترى الغاز الطبيعي دلوقتي هو كويس ولا لا؟ وهل التكنولوجيا الجديدة هتحمي الموتور؟ في حلقة النهاردة احنا هنتكلم باللغة اللي بيفهمها كل الناس، وهي لغة التكلفة الحقيقية وأنظمة التسقيط في مصر وإجراءات فحص المرور عشان ما تتسوحش. فركز معايا جدا في تفاصيل حلقة النهاردة. للي بيشوفنا لأول مرة أنا محمد حمدي. قبل ما نبدأ الفيديو ادعمنا بلايك وصلي على النبي واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول، ويلا بينا نبدأ. البداية دايما بتبدأ بإننا نفهم الوقود اللي داخل على الموتور ده هو عبارة عن إيه. الغاز الطبيعي المضغوط اللي هو اسمه CNG، وفي الأساس هو غاز الميثان، وده اللي بنتون بيه في المحطات. هندسيا الغاز ده بيمتلك ميزة خارقة بتخدع أي مهندس تعديل، وهي إن الأوكتان فيه عالي جدا، بيوصل ل 120 وأحيانا 130. عشان تتخيل الرقم ده قد إيه كبير، فالبنزين اللي بنحطه في المحطات هو ممكن يوصل ل 95، وده اللي موجود في كل المحطات. عايز أقول لك بقى إن البنزين ال 95 ده يعتبر ولا حاجه جنب الاوكتان بتاع الغاز. بس هل لما الاوكتان يبقى عالي هل ده هيبقى مفيد؟ الاوكتان العالي ده معناه ان الغاز عنده مقاومه مرعبه جدا للاشتعال الذاتي، يعني مستحيل تسمع صوت تسقيف جوه المحرك وهو شغال بالغاز. فطبعا نتيجه لكده الكمبيوتر بيعمل تقديم لزمن الشراره اللي بتعمل الاشعال، وده عشان الموتور ياخد اعلى كفاءه احتراق ممكنه جوه السلندر. ولكن هنا بتظهر الصدمه الهندسيه الاولى. ورا الاوكتان العالي ده بيستخبى عيب فيزيائي خطير جدا، وهو ان الغاز سرعه اشتعاله بطيئه عن البنزين، وده معناه ان غازات العادم بتفضل مشتعله وبتخرج وهي لسه سخنه جدا. فنتيجه لكده الحراره اللي بتتحبس جوه وش السلندر بتزيد وبترتفع وبتزيد عشان توصل من 150 ل 200 درجه مئويه زياده عن حراره البنزين الطبيعيه، وطبعا ده خطر جدا على اي محرك. هتقول لي طيب هي الحراره الزياده دي بتعمل ايه هندسه؟ هقول لك عشان تجاوب صح على السؤال ده فانت لازم تعرف ليه الصناعيه بيقولوا على الغاز وقود ناشف او جاف. الاول تعالى نعرف البنزين ده بيشتغل ازاي. البنزين بينزل من رشاشات على شكل رذاذ سائل. السائل ده وهو بيترش هو بيعدي فوق حاجات كتير، واهمهم هو الانتيك فالف. البنزين لما بيعدي على الانتيك فالف بيعمل له تبريد وتزييت. طبعا مش بيكون بالشكل الكبير اللي انت متخيله، ولكن بيكون بنسبه بسيطه، بس النسبه البسيطه دي بتفرق جدا في تبريد المحرك، لان تقدر تقول ان البنزين بيعمل حاجه زي طبقه حمايه بين الصمام والقاعده بتاعته اللي هي موجوده في وش السلندر، وطبعا الصمام ده بيفتح وبيقفل الاف المرات في الدقيقه. الغاز الطبيعي بقى بيدخل غرفه الاحتراق في صوره غازيه تماما، يعني صفر تزييت وصفر تبريد، ومع الحراره العاليه جدا اللي قلت لكم عليها والاحتكاك الجاف بيحصل اكتر حاجه مشهوره في العربيات اللي مركبه غاز طبيعي، اللي هي تآكل وتراجع قواعد الصمامات. الصمام من كتر السخونه والنشفان بيبدا ياكل في جسم وش السلندر وبيدخل لجوه، فطبعا النتيجه معروفه، العربيه هتهرب كبس وكبس بطريقه رهيبه جدا، والعربيه تبدا تبرجل منك، وهتلاقي الميكانيكي بيقول لك الوش باظ وعايز يغير طقم الصمامات وكمان قواعد جديده، ويبدا بقى يدخل لك في حوارات كتير. طبعا مش كل المواتير ينفع يركب لها غاز طبيعي، في عربيات في مصر بتتحول وبتمشي سنين، وفي عربيات تانية المحرك بتاعها بيتدمر في اول شهر بس. طيب تعالوا بقى نسيبهم كده ونعرف المشكله فين. تعالوا الاول نتكلم عن المواتير اللي هي تنفع يركب لها غاز طبيعي، ودي المواتير اللي البلوك بتاعها بيكون معمول من حديد زهر، والتكهات بتاعتها بتشتغل بهيدروليك، يعني بتظبط نفسها بزيت الموتور اللي هي بنسميها الفي في تي. المواتير دي زي محركات الهيونداي والكيا القديمه اللي هي الفيرنا والالنترا اتش دي واللانوس، ومواتير الشيفروليه اوبترا والرينو لوجان. هنا البلوك بيتحمل حراره لان زي ما قلت لكم هو معمول من حديد الزهر، وكمان التكهات بيكون موجود فيها دايما زيت، فهي كده بتتبرد، فحتى مع استخدام الغاز الطبيعي هو بيكون فيه تبريد من الزيت. طيب المواتير اللي بعد كده هي اللي نقدر نسميها مواتير خطرة، يعني المواتير دي ممكن تركب لها غاز طبيعي ولكن هتحتاج صيانة بشكل حذر جدا. المواتير دي اللي البلوك بتاعها معمول من الألمونيوم والتكهات بتاعتها ميكانيكية 100%، وبتتظبط يدويا بأطباق أو رجراش، ودي زي أغلب العربيات الياباني والكوري الحديثة وبعض العربيات الصيني. الألمونيوم حساس جدا للحرارة الزايدة، وده لأنه بيتمدد مع الحرارة وبينكمش مع البرودة، ويا سلام بقى لو المحرك سخن منك على طول هتلاقي البلوك اتشرخت
اتنفخت. وطبعا المواتير دي زي ما قلنا التكهات بتاعتها بتتظبط ميكانيكيا، فانت لازم تفك التكهات وتظبطها كل 30 او 40 الف كيلو، والا التكهات هتتحرق والوش هيبوظ. طيب ايه بقى المواتير اللي نقدر نسميها هي انتحار، ان انت اصلا ممنوع تركب فيها غاز خالص؟ ودي اللي هي مواتير الحقن المباشر، الجي دي اي والتي اس اي، زي الكيا سبورتاج والهيونداي توسان ومجموعه فولكس فاجن الحديثه كلها. وكمان مواتير 3 سلندر تيربو زي البيجو والاوبل في مواتير الدي جي اي. المواتير دي رشاشات البنزين بتاعتها بتكون موجوده جوه السلندر، وده معناه ان السلندر بيتبرد بالبنزين اللي بيدخل له ده. فطبعا انت لو منعت عنه البنزين واشتغلت بالغاز، اولا الرشاش ذات نفسه هيسيح وهينفجر فورا من الحراره العاليه. ثانيا السلندر وجوه غرفه الاحتراق مش هيتبرد، فده معناه ان ممكن يحصل شرخ في الغرفه او السلندر ذات نفسه يتكسر. ثالثا وزي ما قلت لكم الغاز الطبيعي هو بيفضل مشتعل لفتره طويله، فده معناه ان هيكون في كميه حراره رهيبه جدا جوه الغرفه. طيب قبل بقى ما نعدي من الجزء ده، قول لي في الكومنتات عربيتك نوعها ايه ومحركها ايه، وهل هينفع تركب لها غاز طبيعي بناء على التقسيمه اللي قلتها لك دي ولا لا؟ طبعا دلوقتي الناس بقت واخده فكره مرعبه جدا عن الغاز، وده بسبب حاجتين. اولا بسبب الكلام اللي انا لسه قايله، ثانيا بسبب انظمه الغاز بتاعه زمان العقيمه، نظام الجيل الاول والجيل الثاني اللي هو بنسميه نظام الخلاط. طبعا النظام ده هو ميكانيكي بحت، فنقدر نقول عنه ان نظام غبي تماما. النظام ده كان بيخنق مدخل الهواء بتاع العربيه، وده بس عشان يشفط غاز، وكان بيعمل حاجه اسمها باك فاير اللي هي فرقعه في علبه الفلتر، وطبعا دي كانت بتدمر البوابه وحساس الشكمان. ولكن النهارده الشركات في مصر زي جاز تيك وجاز كار شغالين بانظمه الحقن المتزامن اللي هو السيكوينشال انجكشن، وده هو الجيل الرابع والجيل الخامس. في الجيل ده العربيات بيركب لها كمبيوتر مستقل، كمبيوتر بيتحكم للجاز بس، واللي احنا بنسميه جاز اي سي يو، وده شغال بانه بياخد الاشارات من كمبيوتر العربيه الاصليه. وكمان لما بيجي يتركب بيركب معاه مسطره رشاشات غاز مستقله، ودي بتبخ غاز عند كل صمام بشكل منفصل بناء على حمل العربيه وعدد لفات الموتور. طيب الخدعه الهندسيه في السوفت وير ده هي ان الانظمه الحديثه ما بتفصلش بنزين 100%. البرمجه الجديده فيها خاصيه كويسه جدا، في الخاصيه دي اول لما الار بي ام يعدي 3000 لفه او تورس على العربيه، الكمبيوتر لوحده بيبخ نسبه 15% بنزين، وده عشان يبرد ويشحم الصمامات ويحمي الموتور من الجفاف. تعالوا بقى نسيب الميكانيكا شويه لان بصراحه انا زهقت منها، وتعالوا بقى نتكلم في اللغه اللي الشعب المصري بيفهمها، وهي لغه الفلوس. تعالوا الاول نعرف الموضوع بيمشي ازاي بالترتيب. اولا تكلفه التحويل. حاليا تكلفه تركيب الغاز مع اسطوانه كبيره زي مثلا 60 لتر او 70 لتر بيتراوح من 12000 جنيه ل 15000 جنيه مصري، وده طبعا بيختلف حسب نوع الطقم اللي هتركبه وحسب حجم الاسطوانه. ثانيا تعالوا نتكلم عن انظمه التقسيط. شركات الغاز الحكوميه بتقدم تسهيلات ممتازه، تقدر تقسط ثمن الطقم على سنه او 2 او حتى 5 سنين، والتقسيط بيدفع مع كل تتوينه في المحطه، او بينزل قسط ثابت بسيط جدا شهريا، وده بدون مقدم وبدون فوائد في اغلب العروض. وطبعا ده اللي بيخلي تركيب الغاز ثمنه قليل جدا بالنسبه لسعر البنزين النهارده. ثالث نقطة وهي إجراءات المرور، والنقطة دي مهمة جدا عشان ما نتسوحش. بعد ما تركب طقم الغاز في مركز التحويل المعتمد، المركز بيديك شهادة تحويل معتمدة وإفراج جمرك لكل قطع الطقم والأسطوانة. طبعا أنت بتاخد الورق ده وبتروح للمرور بتاعك في ميعاد الفحص، والعربية بتدخل الفحص الفني والمهندس بيطابق أرقام الأسطوانة والمنظم، وبيتم إثبات في رخصة العربية إنها بنزين وغاز طبيعي، وبتدفع رسوم بسيطة جدا للتعديل ده، وبكده بتكون أوراقك بقت سليمة 100% ومحدش يقدر يعمل لك أي مشكلة في أي لجنة. طيب تعالوا بقى ندخل في اخر جزئيه في فيديو النهارده، وهي ان انت خلاص لقيت ان عربيتك تمام هتستحمل الغاز الطبيعي وركبت الغاز. ازاي بقى تحمي نفسك من اي اعطال لا قدر الله؟ عشان تركب الغاز وتنسى وش الورش تماما والموتور يعيش معاك العمر كله، لازم تطبق البروتوكول الهندسي ده بالحرف. اول حاجه واللي انا بسميه قانون الصباح والمساء، دايما لما تيجي تدور عربيتك الصبح تدورها على البنزين وهتسيبها لحد ما تسخن وميه التبريد توصل لدرجه الحراره الطبيعيه، وده عشان البنزين يتدفق بالكامل جوه العربيه. بعد كده اقلب العربيه غاز وروح مشاويرك او اعمل اللي انت عاوزه، ولكن قبل ما تبطل العربيه بالليل بدقيقه واحده لازم تقلبها بنزين تاني، وده عشان الرشاشات وغرف الاحتراق تتغسل بالبنزين السائل وتنظف اي جفاف او اي كربون اتراكم. تاني حاجه وهي منظومه الاشعال. الغاز بيحتاج قوه شراره اعلى 30% من البنزين، وده عشان يشتغل صح، فانت في الحاله دي لازم تستخدم بوجيهات مخصصه للغاز، ويفضل بجهاز اريديوم او ليزر بلاتينيوم بفتحه تكون ضيقه، وده عشان تديك نسبه شراره كويسه جدا. وطبعا مهم جدا ان انت تغيرها في موعدها، وكمان تهتم بكفاءه المباين وسلوك البوجيهات بتاعتك، وده عشان ما يكونش فيه اي تسريب في الكهرباء.
تالت نقطة وهي دورة التبريد، ودي انت حرفيا لازم تعتبرها خط احمر في عربيتك. ده اساسا في العربيات العادية دي مهمة جدا، ما بالك بقى لو كانت عربية غاز ودرجة الحرارة بترفع جدا. طالما الغاز بيرفع الحرارة فطبيعي وش السلندر هيولع منك، فهنا انت لازم تتأكد ان الرادياتير وترمبة المية ومراوح التبريد كلهم بحالة كويسة جدا، وكمان لازم تستخدم مياه تبريد اصلية، وده طبعا عشان تمنع الغليان. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة عن الغاز الطبيعي في مصر. طيب ايه بقى الخلاصة للحلقة دي؟ الخلاصة هي ان الغاز مش هيدمر موتورك زي ما الناس فاكرة، ولكن في نفس الوقت هو مش عادي ان انت تركبه. الغاز هو وقود اقتصادي وعبقري وهيوفر لك نص مصاريفك، ولكن ده في حالة ان انت تركبه على الموتور الصح وبنظام حقن متزامن حديث اللي هي الاجيال الجديدة من الغاز، وده طبعا مع الصيانة الدورية المظبوطة. وده لان انت لو اهملت في دورة التبريد وقرصت على الموتور، الغاز هيبقى فعلا هو قاتل لموتورك. انزلوا بقى دلوقتي قولوا لي في الكومنتات مين فيكم محول عربيته الغاز وماشي بيها كام كيلو لحد دلوقتي، وايه المشاكل او المميزات اللي واجهتكم. وطبعا هقرا كل كومنتاتكم وهرد عليها. وبرضه لو عندكم اي حاجه عايزين نتكلم عنها الفيديوهات اللي جايه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناه وفعل الجرس، وطبعا اعمل شير للفيديو مع صاحبك اللي مركب غاز طبيعي او حتى اللي عاوز يركب غاز، وما تنساش تشوف الفيديوهات دي عشان هتعجبك جدا. كان معاكم محمد حمدي، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.